غنوة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا أكلة هيك هلا بلش البرد، وأكلة كتير طيبة بالبردات بتدفي. مثل ما شايفين زيت بلدي، وأنا ما حميته. أنا دائما بقول إنه الزيت لا يحميه الواحد، يحطه على البارد، يحط البصلة مقطعة وبدي اقلبها، وبدي ساوي كشكة بزيت. أنا مرة نزلت لكم الكشكة بعدس، بس اليوم رح ساوي لكم الكشكة العادية اللي بالنعنع والثوم والزيت البلدي. بس هلا بدي ورجيكم اياها على طريقتي الخاصة وبنكهة كتير طيبة. ما شايفين البصلة عم تتقلب، نحن ما بدنا نحمرها بس تقليب تتبيل. وعندي هون بطاطايتين ثلاثة هيك يكونوا صغار، قطعتهم مربعات، بدي اقلبهم كمان مع البصل. انا هون بعد ما هيك تبلت شوي البصلة، هلا بنحط البطاطا وبنحط لها رشة ملح وبنغطيها وبنهدي النار تحتها شوي على 2 يعني، وبنتركها لحتى تصير نص استوى. انا هون نوصت الغاز وغطيتهم مثل ما قلت لكم، حطيت لهم رشة ملح لنتركهم ليستووا نص استوى. انا هون بعد ما استوت نص استوى البطاطا، معي نص كيلو من الكشك. لهالكمية البطاطا بنكتهم شوي شوي وبنقلب على الزيت، بنحمصهم. هالطريقة ما بتخليكي يكبتل معك الكشك، وبصير بيفرد بكل سهولة وقتها تحطي له المي، وبتطلع طعمته أطيب وقتها تحمصيه بالزيت والبصل. هلا بنحط لهم كمان ثوم بس مو بهي المرحلة. هلا بنكتر المرحلة الثانية من الكشك مثل ما شايفين، كشك بودرة. والكشك كمان بدي لكم شغله، بتقدروا تحطوه بالفريزر لانه بيضل فريش اذا حطيتوه بالفريزر. كمان في شغله تانية، هلا النعناع اليابس كمان نحن هي الاكله بنحط لها نعناع يابس. كمان النعناع اليابس فيكم تحطوه بالفريزر بيضل معكم فريش. بهالطريقه بتقلبوش كم تقليبه لحتى تشموا ريحه التحميص فيه. طبعا انا وعم قلبهم بيكون النار هاديه تحتهم، يعني مهديه النار مثل وقت كان مهديه على البصل والبطاطا، على نفس الحراره بنقلبهم شوي شوي لحتى ياخذوا طعمه التحميص. انا مثل ما شايفين بعد ما حمصتهم عليت النار تحتهم ودغري دفقت المي تقريبا لنص كيلو. هلا مبدئيا عم نحط له 4 لتورة مي، بس طبعا بنشوفها بعدين حسب ما تعقد معنا. وهون بهي المرحلة بنحط الثوم والنعناع. انا هون كمان مثل ما شايفين بحط له برغل خشن. هو بعد ما طبقه بحط له كمان شويه برغل خشن قبل ما تغلي، لانه مشان يستوي كله مع بعضه، بتعطيها طعمه كتير طيبه. طبعا كميه مو كتيره، هيك بتحطوها بكف ايدكم، شايفين هيك شوي بس، يعني مو كميه كبيره. انا طبعا بهالمرحله لبين ما تغلي الكشك المي بضل عم حرك فيهم مشان ما يلزقوا بالسفل. كل شوي بحرك فيهم لبين ما ياخدوا غليان شوي. طبعا انا المي مو قلت لكم انه كافي، لا نحن بنحط المي شوي شوي لانه كل كشك بياخد كمية مي شكل. طبعا هذا الكشك سوري فريش، الشغل منزلي. الله يسلم ايدينا عن جد اللي اشتريتهم من عندها ويرزقها. انا وقت كنت بسوريا اشتريتهم فريش، كتير ريحة بتجنن وطعمه كمان بتجنن. الكشك شلون بتعرفي انه هو ظريف؟ بتحسي بانه ما بيطول ليعقد، دغري بيعقد، مو بتضل عم تغلي عليه، لانه الكشك اللي مو ظريف بتضلي عم تغلي وهو ما بيعقد بسرعه. ثانيا انه بتحسي انه طعمة اللبن فيه يعني منيحة،
انه مو هيك تحسيه بس برغل حاطين له مشممينه اللبن تشميم. لا، كتير كتير ظراف، الله يسلم ايدين اللي اشتريتهم من عندها. وطبعا اللي انا حاططهم نعناع شغل بلدي كمان من سوريا، كمان فريش من نفس الشخص اللي اشتريت منه الكشك، نفسه هو بيساوي النعناع. هي كتير شطورة، واذا بتحبوا اللي عم يروح على سوريا او اللي ساكن بسوريا بحط لكم رقمها، وهي بتبيع كتير شغل بيتي، يعني شي ظريف وناهي. حابة اورجيكم منظر الكشكة هو عم يغلي، ونحن شلون بنعرفه معقد، بنسكب بالصحن وبنعمل هيك من بالمعلقة، ببين اذا كان المي والكشكة مشبوكين مع بعض معناتها معقد. اما اذا بتحسي انه كل شي لحال معناتها لسه الكشكة ما شبكت مع بعضها. لو هنا بس غلت الكشكة وقربت تتعقد، بنرجع بنحط لها شوية زيت بلدي فريش مشان تضل طعمة الزيت ظاهرة. وطبعا بس بدنا نسكبهم بالزبدية بنرجع بنحط لهم شوية زيت، خيط زيت بلدي، زيت الزيتون، وشوية نعناع على الوجه كمان فريش، هي طبعا للتزيين. شايفين هيك لازم تكون، نحن عم ننزلها ماسكة هيك شبكة وحدة، يعني جامدة، مو انه هيك تحسيها المي لحال والكشك لحال، لا كلها هيك مثل ما هي. شايفين شلون؟ مثل ما شايفين انا سكبت الكشك بالزبدية اللي بدنا ناكل فيها، حطيت لها شوية زيت على وجهها وشوية نعناع فريش، وان شاء الله صحة وعافية على اللي بده ياكل واللي بده يشوف. وهلا بقلكن الى اللقاء بفيديوهات جديدة باذن الله تعالى. سلام. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الاشتراك ليوصلكم كل شي جديد.